السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلب؟ عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل مع بعض شوية حلويات كده، انما ايه تحفة. جيلي ومهلبية. المكونات كلها عبارة عن جيلي ومهلبية، ازيد من كده مش هعمل. الجيلي والمهلبية دول هصنع منهم احلى حلوة لنا اهي. دي مهلبية اهي، من تحت مهلبية فراولة ومن فوق مهلبية سادة. وعندي هنا كده اهو برضو مهلبية بالفراولة ومهلبية سادة، ورحت مزوقاهم كده. شايفين؟ حاطين في النص البسكوت ومزوقاها بالنيوتيلا. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله على الجمال. وده المهلبية، ده المهلبية بتاعتي. الجيلي بالمهلبية من تحت مهلبية، هنقلبها مع بعض ونشوفها اهو. ومن فوق الجيلي. طبعا يا جماعة جميلة جدا جدا، وصفة سهلة جدا. يلا نشوف مع بعض المقادير ونشوف هنعملها مع بعض ازاي. سهلة جدا جدا. اللايك والاشتراك معايا في القناة وتفعيل الجرس. ويلا نخش على المقادير. يلا يا جماعة نشوف مع بعض المقادير بتاعتنا النهاردة بتقول ايه. ليوم الحلويات البسيطة جدا والجميلة جدا جدا جدا. طعمها تحفة، وحاجات كلها موجودة في البيت، وحاجات اسعارها بسيطة جدا، ما هياش غالية علينا ولا حاجة، بس هنعمل منها حلويات جميلة. تمام يا جماعة؟ يلا نشوف بقى نقول ايه. معايا هنا مكسرات عبارة عن فول سوداني وجوز هند وزبيب. معايا السكر. معايا بسكوت اهو، بسكوت ساده، اي نوع بسكوت ساده، بس يبقى ايه جامد شويه، ما يبقاش فيه بسكوت بنبقى نجيبه نلاقيه دايب كده. لا انا عايزاه ايه، بسكوت يكون بسكوته ايه جامده شويه. ومعايا هنا النشا، ومعايا الجيلي، ومعايا الكريم كراميل، ومعايا مهلبيه الفراوله. الناس اللي مش عايزه فراوله ممكن مهلبيه عاديه خالص. ما انا معايا النشا هنا اهو، بس انا عاوزاها ايه كتصنيفه كده. في اللي عاوز مهلبيه بالشوكولاته، على حسب النوع اللي انت بتحبيه او اولادك بيحبوه. معايا الشوكولاته اهي، اللي هي الشوكولاته السايله اللي هي النيوتيلا. وهنشوف هنعمل مع بعض ايه لاحلى يوم حلويات، بسيط جدا 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 وخفيف واسعار بسيطه، وهنعمل بها احلى حلويات النهارده ان شاء الله. كل شغلنا دلوقتي هيبقى على البوتاجاز، عبارة عن ان انا حطيت اهو كوبايتين مية بيغلوا للجيلي، ومعايا اللبن هنا اهو على النار برضو قرب يغلي اهو. تمام. ايه اللي انا هعمله؟ اول حاجة هعملها خالص الجيلي. المية بتاعتي على النار اهي. اول حاجة هنعملها مع بعض هي الجيلي، عشان الجيلي ينهض يهدى كده، ونشوف هنشتغل ايه وهنعمل ايه. على ما المية بتاعته تغلي، ابتدت تغلي معايا اهي، اشوف انا هعمل ايه باللبن. هقسمه واخد منه شويه قد ايه، هنشوف مع بعض. كده خلاص الميه بتاعتي اهي بتاع الجيلي غلت. اعمل ايه بقى؟ كده الميه بتاعت الجيلي بتاعتي اهي غلت. هعمل ايه؟ اطفي عليها النار خالص. كده انا ايه طفيت عليها النار خالص. تمام يا جماعه. واروح عامله ايه؟ احط معلقه واحده بس سكر. معلقه واحده بس سكر، لان الجيلي فيه السكر بتاعه، وانا طبعا ايه ما بحبوش مسكر قوي. انزل بقى بايه؟ بالكيسين الجيلي بتوعي بالشكل ده، دوبهم. انا طبعا طفيت عليهم النار اهو. واروح نازله عليهم بكوبايه ميه ساقعه، وادوبه قوي كده. واروح طافيه ايه، شايلاه خالص على جنب يبرد، ونشوف بعد كده ايه اللبن بتاعنا هنعمل فيه ايه. اجي بقى هنا على اللبن، اخد شويه قيمه ايه كوبايتين كده. كده اهو بناخد حوالي عن كوبايتين ميه، كوبايتين لبن، معلش يا جماعه. كوبايتين لبن لايه؟ من اللبن بيغلي اهو، عشان نعمل بيه مهلبيه الفراوله بالشكل ده كده. حط ايه معلقتين حلوين كده ايه سكر، مهلبيه الفراوله بتاعتي اهو.
ادوبهم حلو جدا. ادوب السكر حلو قوي كده في اللبن اهو، واروح حاطه شويه فانيليا بساط كده، رشه فانيليا كده، واجيب بقى النشا بتاعتي يا جماعه واروح عامله ايه كده اهو يا جماعه. بجيب بقى الفانيليا مهلبيه الفراوله بتاعتي واحط عليها شويه ميه كده وادوبهم حلو قوي بالشكل ده كده، في كوبايه لوحده كده بالشكل ده كده اهو. واروح بقى ايه نازله عليه على اللبن بتاعي بالشكل ده كده ما شاء الله اهو. تبتدي بقى تلف معايا اهي بالشكل ده كده اهو ما شاء الله، يعني جميله وريحه الفراوله فيها تحفه. الله يا جماعه على نكهه الفراوله وريحتها الجميله مع المهلبيه. كده احنا عملنا مهلبيه الفراوله وعملنا الجيلي. كل اللي احنا هنعمله على البوتاجاز ده يا جماعه هنركنه على جنب، عما نخلص نبتدي بقى نشوف ايه هنظبط الدنيا ازاي. خلصنا مهلبيه الفراوله نشيلها بقى كده على جنب. يلا كده اهو هنقلبها بسرعه. طبعا الجيلي عادي يا جماعه بنسيبه هو لما يبرد، عمره ما هيجمد الا لما يسقع خالص. انما المهلبيه لازم تتصب على طول علشان ما تربطش وهي في قلب الحله ويبقى شكلها مش ظريف اما بنيجي نقدم. بنجيب طبق التقديم بتاعنا اهو اللي هنشتغل فيه، انا غسلاه. اجيب منديل كده وابتدي ايه امسحه الاول كده، انشفه خالص من الميه. واعمل ايه بقى بعد كده؟ انزل بمهلبيه الفراوله بتاعتي دي كده في قلب القالب بتاعي الازاز ده على ما هي بقى. انا عايزاها تبرد بقى على وضعها ده كده، شايفين؟ انا عايزاها تبرد على وضعها ده كده اهي. على ما هي تبرد نشوف هنعمل ايه على البوتاجاز ونرجع لها تاني. هنعمل مع بعض مهلبيه اللي هي البيضه اللي هي النشا الابيض العادي خالص. يلا كده اهو بقى هنعمل المهلبيه بتاعتنا البيضه. نحط برضو السكر بتاعنا الاول ندوبه في اللبن بتاعنا اللي مغلي اهو. 3 معالق كبار سكر على حوالي عن كيلو لبن اهو بالشكل ده يا جماعه كده. وشويه الفانيليا بتوعي برضو اهو، رشه فانيليا. وادوب النشا بتاعي، اجهز النشا بتاعي عشان ادوبه كده اهو. ادوب النشا بتاعي كويس جدا، ادوب النشا زي المهلبيه بتاعتنا يا جماعه اللي احنا بنعملها العاديه خالص في البيت، ما هياش صنعه يعني. بس اهم حاجه عندي اما باجي احط النشا اقلب بسرعه عشان ايه؟ عشان ما تكلكعش معايا. وبالراحه خالص على مهلك وانت بتقلبي النشا مع اللبن او الميه عشان ما يكلكعش معاكي، حبه بحبه كده. اللبن عندي هنا اهو بيغلي. هنعمل ايه بقى كده اهو يا جماعه؟ دوبنا اللبن في النشا كويس قوي. ننزل بقى كده ندوب بقى بسرعه كده اهو، بسرعه عشان ايه؟ ما يربطش معايا ويكلكع. يبقى مهلبيه ايه سايبه خالص كده، جميله بالشكل اللي احنا شايفينه مع بعض ده اهو. اهم حاجه تدويبه النشا دي عشان ما تكلكعش معايا. بسرعه بالشكل ده كده، وهدي عليها النار عشان النشا بتاعي يستوى اهو. ما تربطش من غير النشا ما يستوي اهو. قيمه 5 دقايق بالشكل ده كده.
كده خلاص النشا بتاعي خلاص خلصت اهي، استوت ربطت من غير ما تكلكع بالشكل اللي احنا شايفينه مع بعض ده كده. اعمل ايه بقى؟ اطفي عليها النار واسيبها دقيقة واحدة واوريكم هنعمل ايه مع بعض. يلا كده طبعا احنا معانا مهلبية الفراولة اهي، مسكت خالص وربطت اهي وهدت شوية. ابتدي بقى اعمل ايه؟ انزل عليها بقى بقطع البسكويت بتاعتنا دي بالشكل ده كده اهو. كده اهو يا جماعة خلصنا البسكوت بتاعنا رص. هنشوف بقى هنعمل ايه. هننزل دخل بس الحاجة بتاعتنا دي في جنب، واروح جايبة المهلبية بتاعتي البيضة اللي انا عملتها اهي. جبنا المهلبية البيضة، انزل بقى عليها بالراحة كده، بالراحة بالراحة خالص على اقل من مهلك اهو. الصراحة وجبة تحفة وموجودة في البيت يا جماعة، يعني متوفرة عندي جدا في البيت. اللبن طبعا سعره بسيط مش غالي، وجبة بسيطة عملتها لأولادي في البيت اهي. ما شاء الله جميلة جدا جدا، جربوها مش هتندموا الصراحة لو جربتوها. نسويها بقى كده بالشكل ده كده، اسويها كده اهو. ما شاء الله على الجمال اهو. شفتوا الجمال؟ مفيش احلى من كده، صدقوني جربوها هتعجبكم جدا. ما تنسوش لايك والاشتراك معايا وتفعيل الجرس، اتمنى انها تعجبكم. اسيبها بقى 5 دقايق ونرجع لها تاني نشوف هنعمل ايه بعد كده. هنشوف بقى هنعمل ايه يا جماعه بعد كده. هننزل بباقي المهلبيه بتاعتي في قلب القالب ده كده اهو كده اهو. طبعا الجيلي معايا هدا خالص، انزل بيه بقى على ايه؟ على المهلبيه ده كده بالشكل ده كده اهو، بالشكل ده كده انزل عليها كده اهو. واروح حطاه ده في الفريزر او في التلاجة 3 ساعات او على حسب ما هيجمد معايا. وبعد ما بيطلع بنقلبه في طبق التقديم، بيبقى الابيض فوق والجيلي تحت، بتبقى تحفة تحفة. هندخلها التلاجة ونرجع لبعض تاني نشوف هنعمل ايه في طبق الحلو بتاعنا ده. هنعمل ايه بقى؟ هنجيب النوتيلا كده واروح حطها في كيس تلاجة بالشكل ده كده، واعمل ايه بقى هنشوف اهو مع بعض. واروح جايه كده بخطوط كده طوليه بالشكل ده كده بالشكل ده كده. طبعا ده كده انا عملت ايه؟ جوز هند بقى وزبيب حسب المكسرات اللي انتوا حابينها. تبتدي بقى تديلها كده كده اهو. خلصنا وزوقناها احلى حلوة في الدنيا
طعمها جميل جدا بصراحة. بصراحة المهلبية بتاعتنا دي بيبقى طعمها تحفة. بس هي عايزة بقى ايه يا حبايبي؟ تخش التلاجة شوية. شايفين بقى من هنا؟ شايفين من هنا كده طبقات ماشية مع بعضها عاملة ازاي؟ وجميلة جدا ومتماسكة ازاي اهي. وانا لسه محطتهاش في التلاجة. انا ادخلها التلاجة بقى بحيث ان هي تشد وتمسك شوية على ما الجيلي بتاعنا برضو يكون خلص. يلا يا جماعة معايا اهو المهلبية بتاعتي بعد ما طلعتها من التلاجة. شايفينها عاملة ازاي؟ بسم الله ما شاء الله عليها. شايفين الطبقات؟ شايفين الطبقات بتاعت المهلبية بتاعتي؟ ما شاء الله جميلة جدا جدا. وده الجيلي بتاعي انا طلعته اهو من التلاجة. هنقلبه مع بعض. طبعا دي كان شوية كده البواقي اللي فضلت معايا، طبعا مش هنرميهم، فضيناهم في كاسات. وده الجيلي اللي فضل معايا. مش معقول يعني ان احنا ايه هنرمي الكمية دي، لا احنا بنفضيها في كاسات صغيرة اهي. جميلة جدا برضو. شايفين الطبقات بتاعتها عاملة ازاي؟ مهلبية الفراولة والمهلبية البيضة بسم الله ما شاء الله جميلة جدا جدا اهو بالمكسرات، وطعمها لذيذ جدا جدا. يلا نقلب مع بعض الجيلي بتاعنا ونشوف هيبقى شكله عامل ازاي. اهو يا جماعة هنقلب مع بعض كده اهو يا حبايبي. قلبناه. شايفين بقى الشكل بتاعه عامل ازاي اهو؟ بسم الله ما شاء الله. شايفين الشكل بتاعنا عامل ازاي اهو؟ ادي الجيلي بالمهلبيه بتاعتي اهو. شايفين الجيلي بالمهلبيه اهو يا جماعه. لا مؤاخذه اهو. شايفين حتى وقعت من ايدي، وهو برضو جامد ومتماسك وجميل جدا جدا اهو. شايفين يا حبايبي؟ بسم الله ما شاء الله عليه وعلى جماله اهو. يلا بقى نقطع مع بعض المهلبية بتاعتي اهي. بسم الله ما شاء الله على المهلبية بتاعتنا.